هنعمل جبنة موتزاريلا. هنحول اللبن الحليب هنعمل منه جبنة موتزاريلا. بنسخن اللبن لحد ما توصل درجة حرارته حوالي 40 درجة مئوية، وبعد كده بنضيف 3 معالق من الخل زي ما انتوا شايفين. بعد كده بنقلب بطريقة جميلة جدا. شايفين حضراتكم حصل تجمع اهو، شايفين؟ نفضل الجبنة اللي اتكونت دي نجيبها كده جنب على جنب بالمعلقة كده كده. احنا طبعا الاول بنجرب كمية قليلة علشان لحد ما نتأكد ان هي طريقة ناجحة، وبعد كده بنعمل. شايفين حضراتكم اهي، ادي الجبنة الموتزاريلا اهي حضراتكم، حلوة جدا، وطبعا من لبن طبيعي وخالية من المواد الحافظة. نفضل نعملها كده كده اهو. طبعا النار هادية جدا 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 تحت كده. كورت وجت في نص اهي، احلى جبنة موتزاريلا اهي. بناخدها زي ما هي كده اهي قدام حضراتكم، ونحطها في مصفى ونصفيها من المية، نصفيها اهي، ندوس عليها ونصفيها اهي نصفي منها المية زي ما انتوا شايفين. نرجعها تاني السائل دون اللي هو الشرش زي ما بنقوله، ونجيب شعرة ملح صغيرة ونضغط عليها برفق عشان نخليها تنعم، نخليها تبقى ناعمة. الشرش المتبقي ده بنعمل بيه قرص طرية، وبنعمل بيه بيتزا، بنعمل بيه معجنات، بيبقى جميل جدا 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 زي ما انتوا شايفين كده. نسيبها حوالي دقيقتين 3 الشرش ده كده عشان تنعم معانا بقى خالص، تتحول لأحلى جبنة موتزاريلا. دي بقى الجبنة الموتزاريلا طبعا بلبن طبيعي، ما فيهاش اي مواد حافظة ولا زيوت نباتية ولا مهدرجة ولا اي حاجة. بتتباع غالية جدا جدا جدا، فياريت تبقوا تجربوها. زي ما انتوا شايفين اتحولت لأحلى جبنة موتزاريلا اهي، كمية معقولة، والكمية طبعا خالية من المواد الحافظة، جميلة جدا جدا. بعد كده نسيبها تبرد ونحطها في الفريزر، ونبقى نبشرها ونستخدمها في المكرونات وفي البيتزات وفي كل الحاجات اللي انتوا عايزينها. احلى جبنة موتزاريلا، ابقوا جربوها يا جماعة.